السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ صباحكم هنا، صباحكم رضا. زي ما انتوا شفتوا المقطع اللي قدامكم ده، كانت الساعة 6 الصبح. زي ما احنا متعودين في بيوت الريف، بنصحى بدري بنخلص اللي ورانا، ان كان طيور ان كان شغل بيت. طبعا الامر ما يستغناش. قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، حابه اشكر كل الناس اللي معايا، اللي بيدعموني، اللي بيكتبوا لي كومنت حلو. انا مش عايزه اذكر اسماء عشان ما انساش حد. ربنا يكبر بخاطركم، اللهم امين. يلا بينا بقى نبدا فيديو النهارده. النهارده انا بقول عليه اليوم يوم الاشغال الشقه، يوم الغسيل ده يوم الاشغال الشقه. لان انا الغساله بتاعتي بعافيه شويه، كتر خير الدنيا. بقالها 22 سنه معايا. ان شاء الله يا اصلحها يا اجيب واحده تانية، ادعوا لي بس ربنا ايه يقدرني. اول ما باجي اغسل الغسيل بحط المسحوق وبحط الهدوم انقعها شويه يا جماعه، ده بيسهل معايا في عمليه الغسيل شويه. بنقعها قد ساعه ولا حاجه، الف لفتي لو ورايا شغل وارجع اقعد عليهم تاني، زي ما انتوا شايفين كده. هكمل باقي الهدوم واسيبهم ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. هنطبخ مسقعه، اظن كلنا عارفينها يعني. بصلتين حلوين كده مفرومين، على فكره دي كميه بصل صغيره، بس الكاميرا اللي جايه عليها فجايباها شكلها كتير شويه. بصلتين مفرومين، وهدوم تشويحتين الاول قبل ما احط عليهم اي ماده دهنيه. طبعا المسقعه البتنجان بيشرب زيت كتير، فانا في الاول مش هكتر له في التسبيكه. شايفين الكروان ما شاء الله؟ انا بسجل لكم الساعه 6 الصبح، الفيديو ده الساعه 6 الصبح. خيط صغير زيت عشان البتنجان لسه نعمل حسابه ان هو هيتحمر، فهيكون في ماده دهنيه اكتر يعني. مش عايزينها تبقى سمينه في الماده الدهنيه بتاعتها. تشويحتين كده. معايا قد 4 قرون فلفل، قطعتهم وهنزل بيهم ياخدوا تشويحه كمان مع البصل. انا بعمل التركايه دي بصراحه، بتخلي المسقعه حلوه خالص. جربيها انت بس. اديها تشويحتين، وعامله عصير الطماطم مجهزاه جنبي، وعليه 4 فصوص توم مفرمهم عليه، وهنزل بيهم. بهاراتك بقى ملح وشويه كمون، وهسيب التسبيكه تستوي. البتنجان انا قشرته وبقطعه بالطول يا جماعه. جربي التركه دي والله، هي هتوفر معاكي في الزيت كتير. اما تعمليه مدور بيشرب زيت كتير. انا جربت دي وجربت دي. ولو انت وصلت معايا لهنا حطوا لي لايك، واول مره تخش قناه اعملي لي اشتراك بالله عليك، وسيبي لي كومنت حلو الله يرضى عنكم. هنحمر بقى البتنجان بقى، وننزل بيه في الصينيه ياخد غلوتين على النار، وهنزله الفرن على طول. طبعا انا مش شغل الفرن لصينيه البتنجان بس، هعمل جنبها صينيه رز كمان. اشغل لهم الفرن واشغل الشوايه. ما شاء الله شايفين؟ والطعم حكايه، وريحتها ايه ما اقولكوش. بألف هنا اللي اكل منها يا رب. وادي صينيه الرز كمان ما شاء الله زي الورد. يلا بقى ندخل على ايه؟ على الطشت. ادعوا لي ربنا يعيني، يا اما اصلح الغساله يا اما ربنا يقدرني واجيب واحده جديده. كتر الف خيرها، بقالها 22 سنه معايا. اشتكت. حلفت ما عادت لا رايحه ولا جايه. نرجع لايام زمان تاني، زي امهاتنا ما كانوا بيغسلوا في الاول. الناس في الصيف بتغير كل يوم يعني، بس لازم الغسيل. وانا مش بكتر يعني، يوم في ويوم ما فيش بقعد الم غسيل البيت هغسله كده نفس الطريقه دي. ان شاء الله المره الجايه اعمل لكم روتين وانا جايب الغساله الجديده باذن الله، ادعوا لي انتوا بس. لو انت اول مره تشوفيني ما تنسانيش باللايك والشير والاشتراك يا جماعه، وحطوا اللايك فضلا وليس امرا، واكتبوا لي كومنت حلو كده. شايفين ما شاء الله الغسيل زي الفل. واكتبوا لي تسلم ايديك وربنا يقويك يا رب.
وللمرة التانية بشكر كل اخواتي اللي بيدعموني بكلمة حلوة وبكومنت حلو. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، اللهم امين. واللي في نفسه حاجة ربنا يحققها له. جبت لكم المغرب اهو. يلا اشوف وشكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونوش باللايك والشير وكومنت حلو منكم، وصلوا على النبي في الكومنتات يا جماعة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.